الحمد لله كتيم واحد هو فلسطين بالمجموعة. ترى احنا لا عندنا ميسي ولا عندنا رونالدو ولا عندنا فلان، احنا مجموعة واحدة وهاي قوتنا وهاي نجاحنا، احنا وجماهيرنا وشعبنا ايد واحدة، فهاي اللي بخلينا نتقدم. قلت كنت بتتفرجوا على منتخب تونسي وكنت بتحلموا ان انتوا تلعبوه، دلوقتي لعبتوه وتعادلتوا معاه وخلاص اول مجموعة، ده بيمثل لك ايه؟ يعني حاسس بايه؟ مش عارف. يعني صراحة إنه نكون موجودين في هالبطولة ونلعب ضد منتخبات في هالمستوى هو بالنسبة لنا شيء كتير كبير على الصعيد الفني اللي بخلينا كمان إحنا نتقدم ونتطور. فأنا بحيي المنتخب التونسي صراحة ومبارك له كمان وجوده في كأس العالم اوريدي. فهاي المستويات بتساعدنا نتقدم فنيا وبتخلي المنتاليتي تاعتنا تكون أحسن إن شاء الله. المنتخب التونسي استسهل المباراة ولا انتم كملاعبين فلسطينيين قادمين منكم تو؟ صراحة يعني احنا كل احترام للمنتخب التونسي كمان مرة، ولكن فرضنا رتمنا بالمباراة بالنهاية عشان نرجع، لأنه ما كانش عندنا شو نخسر صراحة غير إنه نحاول نرجع في المباراة ونأخذ 3 نقاط حتى، ولكن ربنا أكرمنا في النقطة. وبحيي زملائي يعني على الجهد اللي قاموا فيه. فالمغامرة كانت شيقة ومغامرة كانت مستحقة صراحة، فالرتم تاعنا كان جدا سريع في الشوط الثاني بالأخص. مباراة ضد سوريا أكيد مش هيلعبوها للفوز ولا نقطة لا, لا, لا ولا حدا بفوت يلعب على نقطة صراحة، يعني هاي الاشي للمدرب والمدرب بقرره بالنهاية، بس يعني ما اعتقدش انه في واحد بفوت يلعب عشان نقطة، بفوت يلعب عشان نقطة اظن راح تخسر، يعني لازم تفوت في نفس المنتاليتي. فكل مباراة لها حساباتها، خلينا نفرح اليوم شوي كمان، ابسطنا شعبنا في هيك مباراة عظيمة، فان شاء الله القادم افضل. في انتظار مباراة الليلة بين سوريا وقطر، النطاق الرياضي قد يكون زاد مهم جدا في المباراة الأخيرة. صحيح. تجنيب يعني أي كلام صحيح. على أي منتخب، خاصة منتخب فلسطين. صحيح، لسه المجموعة لسه مفتوحة، كل المنتخبات لها صراحة يعني أمل إنها تلتحق، فلسه الأمور ما انتهتش يعني. صحيح إنه نقطة بتفيدنا، ولكن الأمور لسه ما انتهت، لأجل ذلك إنه كل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها أهميتها، وحسب نتيجة الليلة لسه كمان الأمور الثانية بتتوضح. آخر سؤال، شفت التيفو علم تونس وفلسطين في دقة والله العظيم وبرشا توانسة عيطوا باسم فلسطين قداش مرة، شنو حسيتوا كملاعبين انتم؟ اسكو سمعتوا؟ مش متفاجئ ابدا من الجمهور التونسي، يعني عم نشوف دائما التيفوهات في الدوري التونسي من الفرق التونسيه. شنو التيفوهات اللي شفت؟ يعني شفنا الافريقيا حتى المباراه الاخيره، يعني كان في منتخب القدس ضد النادي الافريقي اعتقد، فكمان كان في تيفو دعم كتير كبير من الجماهير، وحتى في افريقيا يعني في بطولات افريقيا كذلك الامر كان متواجد العالم الفلسطيني دائما، وانا حييتهم صراحه، يعني اعتبرت الجمهور لي في هالمباراه مش ضدي يعني، فاعطوني القوه كمان يعني معلش تحملوني. كان مع الميثاق الرياضي من خاطر الجمهور هذا لاخر مباراة. والله هذا جمهور عظيم بيستحق الفرحه صراحه.